اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ولا الطعم تحفه قوي؟ الكفته المشويه من جوه بيتك. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه اهي، ومعايا بصلايه، ومعايا قرن فلفل، ومعايا ورق البقدونس، الورق بس اللي انا واخداه. طبعا الفلفل يا جماعه اختياري، يا براحتك يعني لو بتحب الحاجه السبايسي. وهجيب الكبة بتاعتي وهاخد البصلاية والورق البقدونس وقرن الفلفل، اضربهم كده في الكبة كويس اهو كده، هنضربهم كويس. وطبعا لو عندك توم برضو تفرموهم معاه، بس انا عندي التوم مهروس، خدت بس معلقة كده منه. طبعا لسه محطتش توابل ولا اي حاجة، هقلب بس كده، هفرم اللحمة، هعجنها كويس مع البصل والبقدونس والفلفل. طبعا وتجيبي بياض البيض، هناخد بس البياض بتاعه بضايه واحده، هناخد البياض بتاعه وننزل بقى برضو على اللحمه كده. وهنجيب التوابل بتاعتنا بقى كده. دي خلطه الكفته من عند العطار، ملح وفلفل، كزبره، توم باودر، معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين نشا كده كبار. هننزل بيهم كده على اللحمه وهنعجنها كويس قوي. بعد ما نعجنها كويس قوي يا جماعه، نحطها في التلاجة كده نص ساعه. كده بعد ما خرجتها من التلاجة، عملت لها بقى تتبيله كده حلوه معايا، بشرت طماطميه وبصلايه وشويه زيت عليها وملح وفلفل. وهاخد الميه الحلوه بتاعتها دي كده، وهعجن بيها اصبع بيها الكفته في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. هشغل الفرن طبعا وهدخل الصينيه كده فيها، وبعد ما قرب ما تستوي كده معايا، فحمايه كده على النار جميله كده. وبعد ما الكفته تطلع، بصوا يا جماعه شكلها تحفه بجد وجوسي، والطعم تحفه قوي. حطيت طبعا ورق الفويل وعليها الفحميه وشويه زيت كده، وتغطيها تشمي احلى ريحه كأنك واقفه محل كفته بالظبط. دلوقتي بعد ما خلصت الكفته اهي، عرفتها معايا في الطبق الجوسي يا جماعه، وطعمها تحفه بجد والله. جربوا الطريقه دي حلوه قوي الكفته المشويه. عملت طبعا كده معاها شويه مكرونه سباكيتي، وعملت سلطه الطحينه الحلوه دي كده معايا، وعملت بطاطس محمره. طبعا مش هننسى السلطه البلدي بتاعتنا، سلطه الطماطم. عملت سلطه الطماطم دي يا جماعه بتاعت المشاوي، برضه هبقول لكم الطريقه بتاعتها بالظبط. دي سلطه المشاوي. ويا رب يكون الفيديو النهارده كده بتاعي عجبكم، وما تنسوش كده تدعموني وتشجعوني بلايك وشير كده. وان شاء الله استنوا مني كل جديد، والسلام عليكم.